ايه خلى الدمعة تنزل من عيوني، يلا صرخة طفل بين احضان ابوه. لما يبكي لما يصرخ الحقوني، الضمير والعدل بينكم ليه يتوه؟ الحقوني بيقتلوني فين ضميركم يا بشر بالرصاص؟ بيضربوني لما بدافع بالحجر، فين ضمير كل البشر؟ حكاية باختصار خلقة أفظع من التتار، هدموا بيتي سرقوا أرض شردوا أطفال صغار، كل ساعة يشنوا غارة واختاروا له رئيس وزارة، واختاروه عشان هيقتل كل أطفال الحجارة. الحقونا أوام يا ناس رح نموت من الجوع خلاص، بعد منا الدور عليكم بالقنابل والرصاص. تهديدات ومخططات والتاريخ في إثباتات، اليهود بتقول وطنا يبقى من نيل الفرات. اي خلى الدمعة تنزل من عيوني، إلا صرخة طفل بين احضان ابوه. لما يبكي لما يصرخ الحقوني، الضمير والعدل بينكم ليه يتوه؟ الحقوني بيبقى يقتلوني، فين ضميركم يا بشر بالرصاص؟ بيضربوني لما بدافع بالحجر، فين ضمير كل البشر؟ الحكاية باختصار خلقوا أفظع من التتار، هدموا بيتا سرقوا أرض شردوا أطفال الصغار، كل ساعة يشنوا غارة واختاروا لنا رئيس وزارة، واختاروه عشان هيقتل كل أطفال الحجارة. الحقونا أوام يا ناس رح نموت من الجوع خلاص، بعدت منا الدور عليكم بالقنابل والرصاص. تهديدات ومخططات والتاريخ في إثباتات، اليهود بتقول وطنا يبقى من نيل الفرات. حقنا أوام يا ناس رح نموت من الجوع خلاص، بعد منا الدور عليكم بالقنابل والرصاص. تهديدات ومخططات والتاريخ في إثباتات، اليهود بتقول وطنا يبقى من نيل الفرات. تهديدات ومخططات والتاريخ في إثباتات، اليهود بتقول وطنا يبقى من نيل الفرات. تهديدات ومخططات والتاريخ في إثباتات، اليهود بتقول وطنا يبقى من